يا خسارة، اللغز بتاع امبارح محدش عارف يجاوب عليه. طيب وبعدين؟ ولا جبلين، انت النهاردة تدينا لغز من عندك، يمكن يكون سهل شوية. طب اسمعي اللغز ده. اسم حيوان لو ضفت له نقطة يبقى اسم نبات. اسم حيوان لما نزود له نقطة يبقى اسم نبات. تيجي كيف دي؟ انا عارف الإجابة. حد فيكم عارف الإجابة؟ وانا بصراحة مش عارفة الإجابة، بس أكيد في حد من المشاهدين هيعرف الإجابة وهيكتبها لك في التعليقات، وانا ديني منتظر الإجابة في التعليقات. طيب ما تدينا لغز تاني؟ مفيش مشكلة، عشان لو محدش عارف إجابة اللغز الأولاني ممكن يعرف إجابة اللغز التاني. في حاجة من ممتلكاتك لكن الناس بتستخدمها أكتر منك. انت شكلك جاي علينا النهاردة وجايب كل ألغازك صعبة. ده سهل جوي. يا عم فين السهل؟ ده صعب، احنا عاوزين واحد تاني سهل، ده محدش هيعرف يجاوب عليه. متهيألك المشاهدين هيعرفوا يجاوبوا عليه، وانا مستني الإجابة في التعليقات. وكمان عشان ما تزعليش هديك واحد تاني سهل، بس اوعي تكوني مش عارفاه. لو سهل هعرف اجاوب عليه. هو من ناحية سهل فسهل. طب يلا يا معلم سمعنا بقى. له اسنان ولا يأكل. اكيد يا فوفا انت عارفة اجابة السؤال ده. ايوه طبعا عارفة الاجابة، اقولها؟ لا يا فوفا مزعلنيش منك، الاجابة هيجاوب عليها المشاهدين في التعليقات، بس يكشي يعرفوا يجاوبوا. هيجاوبوا وعينك هتوريك يا فوفا. يا رب يعلقوا ويجاوبوا علينا، ما يسيبوناش كده اما نكلم بعض زي المجانين. مشاهدينا الأعزاء، مستنيين تعليقاتكم، متفرحوش فينا فوفا.